الشباب عارفين فاهمين كل اصول الفرفشه. يا بلاش يا بلاش يا عجيبه النسوان، يا بلاش يا بلاش يا عجيبه النسوان، يا بلاش يا بلاش احلى ما فيها العيشه بلاش. مش مهم مش مهم مش مهم، دكتوراه في تكنولوجيا لا مهم، لا مهم، دراسه علم النظام ده مش مهم، ده مش مهم، حضور سكاشن انصراف حضور سكاشن انصراف تعليم يهم. يا بلاش يا بلاش عجيبة النسوان، يا بلاش يا بلاش يا عجيبة النسوان، يا بلاش يا بلاش أحلى ما فيها العيشة بلاش. نفهم من كده ان الدراسة شيء مش مهم. ما تخليها على الله يا عم. المسؤولية شكلها ما يليقش عليا، اصل انا من عيلة غنية وابويا من الاعيان متعود على الرفاهية من صغر السن زمان، متعود على الرفاهية. يا عيني يا حسرة عليا اتمرمط فيك يا دنيا، ابويا اللي عشت بدمه يعشق بيضة ويعشق سمرة، يعشق حتى اللمبة الحمراء. يعني انتوا مين؟ سيبهم يا عم دول شياطين. مش مهم مش مهم مش مهم، المهم ان احنا مبسوطين وفي ساعة الجد نبقى مطنشين، لينا فرع في كل حتة ومعروفين. يا بلاش يا بلاش يا عجيبة النسوان، يا بلاش يا بلاش يا عجيبة النسوان، يا بلاش يا بلاش احلى ما فيها العيشة بلاش. طب والعمل؟ ما تقولي ايه العمل؟ الواد ده ابوه جاهد انما مقاول اخر معلمه، فلوس كتير على قلبه ياما، متبعتره ومتجومه، راجل صاحب مزاج وعيشه اخر سلطانه، عنده فلوس مش محتاج لزوم العدنانه. الحب يا دون جواه، شكلك كده 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 بتحب. ده واهب نفسه الدنيا الحب وانا شفته فيه صبية بيض عيونها عيونها عسلية، مغرم بيها وهايم فيها، عايش قصة غرامية. واحلف بيها واقول لعينيها كلام من القلب بيوصل ليها، يبان في عينيها حنين لعينيا، اقرب منها تقربي. واحلف بيها واقول لعينيها كلام من القلب بيوصل ليها، يبان في عينيها حنين لعينيا، اقرب منها تقربي. وعينيها تنام وانا سهران، عينيها تنام وانا سهران، وانا والشوق حراس حواليها، يبان في عينيها حنين لعينيا، يبان في عينيها حنين لعينيا، اقرب منها تقربي. 10 جنيه رهان و10 مني كمان لو تثبت بالبرهان انك هتكلمها. ماشي 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 ماشي. يلا يلا طلع السوق. يلا حلو. يلا
صباح الخير. بنقول صباح الخير. ما بترديش ليه؟ انت ما بتعرفيش تكلمي؟ بص يا ستي، انت تفتحي بقك وتحركي شفايفك تلاقي نفسك بتتكلمي على طول. ما تحكيش ليه؟ انت لازم خرص على فكره. ما تخافيش، انا عارف لغه الخرص. بصي، أبابا أبا أبا. مفيش فايدة. بيني وبينكم بقى اصل البنت حلوه قوي قوي. أرجوك اتكلمي، اعملي أي حاجة. أنت عايز حاجة هو بس مش عايز. مش راضية. ده أنا غلبان قوي. يا ابني تعالى احترم نفسيتك وتعالى بقى، مفيش فايده، تعالى. ده أنا هتبهدل بهدلة العيال دي ما تعرفهاش. عموما ما كانش قصدي، متأسف. تعالى يا فنجان عصرك. الله بالك مش هتقدر. تعالى بس اركب، انا هعوضك على الايام وربنا كانت هتضحك. يا جدع احترم نفسيتك بقى. الرسالة دي يا اسماعيل تتبعت بالتلكس النهارده ضروري. حاضر يا سعادة البيه. قول لي البضاعة دخلت المخازن؟ من امبارح. انا فضلت على ايديهم ل4 الصبح والله لحد ما دخلت كلها. كويس. اتصلت بشركة الاعلانات، الاعلان لازم ينزل بسرعة، البضاعة لازم تنزل تغرق السوق، مش عايزين عطلة يا حسين. هروح لهم بنفسي يا فندم. طيب وريني ايه ده؟ الشيك ده ما اتصرفش ليه يا اسماعيل؟ ده ميعاده بكره يا فندم، وبعدين احنا هندخله رصيد في البنك. ولا سعادتك محتاج ليكويد ماني؟ ومزاد عربيات النقل امتى؟ يوم الخميس يا فندم. طيب خد اصرفه وهاته. ومين داخل معانا المزاد؟ شيحة من اسكندرية وشوية تجار من المنصورة وبني سويف. شيحة مش مهم، نشوف اخبار الباقي. لا ده شيحة نازل بتقوله المرة دي. اتصرف معايا يا اسماعيل، خليه يخلع الفعل اللي هو عايزه، يحطه على الزحليقة، خليه يزحلق. الحكاية مش سهلة يا سعادة البيه، لازم سعادتك تتفاهم معاه. ده لسه ما نسيش الموضوع القديم. هو فين دلوقتي؟ بيتغدى في نادي الصيد زي عوايده. ايه يا استاذ؟ اهلا 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 بنت حلال. صدقني ايه؟ لسه كنت بفكر فيكي دلوقتي. لو بتفكر فيا صحيح كنت جبت لي العربيه اللي طلبتها مني. اهي انا بعت اجيبها لك مخصوص من امريكا. معقول حبيبه قلبي تطلب مني حاجه ما اجيبهاش؟ اما نشوف. قولي بقى كنت بتفكر فيا ليه؟ عازمك على الغدا النهارده. مش معقول. مش عايدك يعني يا استاذ امين؟ ايه مش قد العزومه ولا ايه؟ لا يعني مش قصدي، بس يعني عمرك ما عملتها. بكره تشوف يا ستي، من هنا ورايح مش هتلحقي على العزومات بتاعتي. ماشي كلامك، ده عز الطلب. يلا بينا. اسماعيل. ايوه سعادة البيه. انا جاي بالليل. بالسلامة يا بيه. عليك اخت. تعالى شيحة. اهلا ازاي الصدف الحلوه دي؟ اهلا ازيك يا ابو وزير؟ ناديه يا اختي. معلم شيحة اخويا وحبيبي وعزيز عليا قوي قوي قوي. ما تتفضلوا ناكل لقمه سوا. اقعد يا ناديه، اقعد. يا اهلا وسهلا. تصدق تؤمن بالله انت كنت على بالي النهارده يا راجل. خير ان شاء الله، انا تحت امرك. شوف يا سيدي بقى، سلامة خير وخير في سلامة. بقى بالصلاة على النبي انت ناوي تخش مزاد العربيات مش كده برضه؟ ليه؟ انا بقول ايه؟ انا عايز اشيل العملية. كان من عينيا الاتنين، بس بالشكل ده شغلي هيقف وانت ما يرضيكش. انا هعوضك برضك. ولا مليون جنيه. ايه مفيش فايدة؟ كان من عينيا الاتنين يا امين بيه. على كل حال الجهات اكتر من الرايحات. معاك حق يا معلم. يلا يا نادية. الله ولاك، ده هنا في قراميط عادة. بالشفا ان شاء الله. يلا يا نادي. هي دي برضه العزومه؟ طب ايه رايك نروح حته ثانيه؟ لا مفيش داعي، نروح احسن. انا بقى الليله دي بقى ايه؟ مش هغلبك، انا هكسحك. كسحني؟ يا ابني كان غيرك اشطر، انت بتتكلم كتير وبس. وانا مش بغلبك كل ليله. انا بقى الحرامي بتلعبها تاني.
حرمني؟ ده انا هخليك تلبسوا من الكساء الشعبي يا اولاد الاغنياء انتوا. اهو ابو علوه، تعال علوه. تعال شوف صاحبك وهو بيتقطع. ايه يا ابني ده؟ عامل فيك ايه الواد؟ كسب مني 5 جنيه بس. ساسا معاك يا ابني. الله الله الله، مفيش داعي للغلط. انا وانت لازم نصفي حسابنا مع طبقه المستغلين دول. بقول ايه؟ ابراهيم فين؟ زمانه جاي. انتوا هتسهروا فين الليله يا جماعه؟ بقول لكم ايه، انا ماليش مزاج، انا هنبات في الشاليه النهارده. ابويا اصله عنده ضيوف. هو ابوك ده مش عيال مجاله؟ بقول لك ايه، جوزه وريح نفسك. طيب المادة على نفسه صحيح. اهلا يا هيما. هيما اهلا. ايه الاخبار؟ هنفطر الليله في الشاليه ان شاء الله. في نظام؟ يا اخي نظام ايه؟ ابوه عنده ضيوف. ابوك ضيفه كترك قوي. لا مالك. على العموم التموين وصل النهارده. ايه؟ ابوك بعت لك شهريه يالا؟ بس انا محتاج شويه كتب. كتب؟ هو انت بتاع كتب؟ المذاكره مقطعه نفسها معاك قوي. وربنا ابوك ده لقطه يا بخت. يبقى الليله دي على فكره ممكن نضرب كباب. كباب؟ ما انا نهيبه. الله، ما تحترم نفسيتك يا جدع انت شويه. الله، ما جراش حاجه، ممكن اعزمكم بكره على الغدا. الاكل اللي بتسرقه من مينا الموجود، يا اما نسحب السناره وانتوا حظكم. يبقى هنموت من الجوع. بركه فيك يا ابو علو يا جن. نصطاد لنا 2 افنديه من هنا نستقرضهم ونتعشى على قفاهم. انا هعشيكوا كباب عشان انا واد واجدع وكسيب. ربنا يخلي لك ابوك يا عم، هو اللي كسيب. انت هتوريني على الراجل؟ يلا بينا يا جماعه. كباب وانفاس، احمدك يا رب. الصافي تسلم ايدين اللسان. شكري، الحمد لله على السلامة يا اخويا. الحمد لله على السلامة. جيت امتى؟ جيت امبارح. الحمد لله على السلامة. انت كل يوم بترجع في الميعاد ده عادي؟ لا شكري، انا كنت بذاكر مع ناس اصحابي يا جماعة. ما افتكرش انك كنت بتذاكر، لان كتبك عليها اطراف بقاله سنة. انا شوفي. انت ايه؟ انت سكران. اخسى علي يا فندم. انا مش طالب منك غير حاجة واحدة بس، انك تحس بيا وتقدر اللي بعمله علشانك. انت عارف قد ايه ان انا بحرم نفسي من كل حاجة عشان اوفر لك مصاريفك، لان كل منايا ان اشوفك متخرج من الكلية وتحط رجليك على اول الطريق. لكن النتيجة ايه للأسف؟ حضرتك بتسقط بقالك 2 سنين وكتبك لا بتفتحها ولا ظاهر حتى انك بتروح الكلية. تسهر وتلعب وتسكر وفي النهاية بترجع لي في وش الفجر. بذمتك ده يرضيك يا علي ويرضي ربنا اللي بتعمله فيا ده؟ عموما يا شكري، انا مقدر اللي انت عملته عشاني، وانا لازم ادور على شغل واعتمد على نفسي. يا علي انا بقول لك كده عشان تقول لي اشتغل؟ انت عارف قد ايه انا عانيت لغايه دلوقتي. خلاص يا شكري، انا كبرت ولازم اعفيك من مسؤوليتي، وانت كمان لازم تشوف حالك، تفكر في نفسك. كفايه كده. يا علي حبيبي، ما تفهمنيش غلط. انت اخويا الصغير وانا قلبي عليك. انا عايز اشوفك كويس. انا عايز اشوفك احسن مني. عملها شيحة الكلب. هو الصنف ده كده يا سعادة البيه مش ممكن يصفلنا ابدا. انا اخليه يندم ويطلب الرحمه يا اسماعيل. بس اكيد هيقعد. طمن سعادتك. ما قلتليش يا اسماعيل اخبار السوق ايه؟ فتوح ورني هينزل بيض وسمن. احنا مستنيين ايه يا اسماعيل؟ المخزن بتاعنا مليان، احنا مستنيين اوامر سعادتك. يا حبيب قلبي انزل السوق غرقه. اهو كده اللعب. انا هعرفهم مين امين هريدي. حاضر. الحمد لله. اهو انا بقى دلوقتي اخر حلاوه ومزاجي عال قوي. قطيعه تقطع الحب وسنينه. يا ابني يا ضنايا، يا ابني يا حبيبي انساها بقى. تدي تقاسوا ليه يالا؟ حب يا حلوه انبسط. البت حلوه قوي. الله ما تحترم نفسيتك يا جدع. الله ما انتوش عارفينها؟ دي بنت غنيه من اغنى اغنياء اسكندريه، اخوها من ملوك المينا. انا مش فاهم انتوا ما عرفتوهاش ازاي؟ يعرفها منين يا ابني؟ هو احنا بنحضر الكليه؟ لا والسنه دي لما بقت زميلتنا راح واقع فيها الجدع. يا جدع سيبك منها وانساها، ما انتش قداها. يعني ايه مش قداها؟ ده علو قد الناس دي كلها. بس ربنا يوفقه. انا اللي عايز افهمه، انا ما طلعتش غني ليه زي الناس دي؟ يا جدع احترم نفسيتك بقى. الله، الغنى ده له ناس، له سكه انت ما تعرفهاش. عليك وعلى التجاره، هي دي السكه. احنا زمان كنا اغنياء زي العالم.
يا ابني انتوا كنتم اغنياء اهو، عشان كده الحراسات استولت على كل حاجه. انما بقى اغنيه اليومين دول عارفين يسلكوا امورهم ازاي. احنا لازم نبقى اغنياء. بكره الصبح 9:15 في المحطه. بس بدري بقى ما تاخرش يالا. قلبناها مسخره. اقعد يا عين واقعد. ايوه لو سمحت يا عم محمود شوف عم صالح ايش شوف يا عم صالح. اوعى ريحه اوعى ريحه. ليه الشكر يا ابني؟ ما هو انت اللي مش عايز تتجوز لحد دلوقتي والعمر بيجري. اتجوز منين بس يا عم صالح؟ ما انت عارف الحال. ده انا يا دوب سطرت البنات واديني مستني علي لما يخلص، وهو اخر مش باين هيخلص. انت عارف يا عم صالح راجع امبارح امتى؟ راجع في الفجر. ده جيل عفاريت. انا شوق ابني كده برضه، لكن لما غلبني رحت مشغلني ومكفي نفسي. ما هو كمان طلع في دماغه انه يشتغل. لما بكلمه لصالح ويذاكر يا عم صالح. المهم انت عامل ايه في شغلك؟ والله تعبان يا عم صالح. طول ما الواحد بعيد عن بلده مش مستريح. طب ما تحاول تتنقل هنا، انت بيتك هنا وناسك هنا. انا عملت محاولات كتير لكن يظهر مفيش نصيب. انا هكلم لك امين بيه، ابن المرحوم هريدي، تعرفوش؟ ابن حتتنا، ربنا كرمه ومرشح نفسه ويحب يخدم. بس انا معرفوش. انا هكلمه لك، انا بشتغل معاه وهو بيسمع كلامي. والله يا ريت يا عم صالح، انا ايدي على كتفك. اتكل انت على الله بس وما تحملش هم. هاي حسام. اهلا، ازيك يا سام؟ الحمد لله. شوشو، نادية، أصحابي، حسام بن خالد. اهلا، ازيكم؟ أهلا وسهلا. إيه ما حدش بيشوفك ليه؟ يعني شويه مشاغل. أنت عرفت إن دخلت الجامعة وبقيت زميلتك؟ مبروك، انا اصلا ما بنجيش الكليه كتير. لكن أنا شفتك هنا امبارح. ها؟ لا ابدا مش انا. لا إيه؟ كنت مع صاحبك اللي عاكسني هنا قدام باب الكلية. معقولة؟ حسام كمان؟ أنا مش مصدقة. يا جماعه انا مش عارف نقول ايه. عموما انا اسف يا انسه ناديه. تصوري يا ثانية، اكمني ما ردتش عليه افتكرني خرصة. خلاص يا انسه ناديه، نوعدك انها مش هتتكرر تاني. يعني هتحضر حفلة الاتحاد؟ طبعا. كويس، احنا كمان هنحضرها. هايل، عن اذنكم. اما شكلك مبسوط النهارده. طب اخبارك ايه؟ الحمد لله كويس قوي يا ابي. على فكره تريكي عندي اخبار مهمه جدا جدا. خير احكي لي. لا 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 لا، اكل الاول وبعدين احكي لك كل حاجه. طب يلا بينا، العشاء جاهز وانا مستنياك من بدري. يلا يا باشا. قولي لي يا ناديه، ما نفسكيش تزوري البيت اللي اتولدت فيه؟ نفسي طبعا. لكن ايه المناسبة؟ شوف يا ستي، انا ان شاء الله ناوي ازور انا وانت الحي القديم اللي انت اتولدت فيه. اصل ناوي ارشح نفسي في الانتخابات. صحيح يا ابي؟ صحيح. الف الف مبروك، ده احلى خبر سمعته في حياتي. يعني خلاص هتحمسي لاخوكي وتعملوا دعايه وكلام من ده؟ طبعا، ودي عاوزه كلام. وما نفسيك يستاهل لما يكون اخويا عضو في البرلمان. انا لو كسبت هجوزك وزير. وزير حته واحده؟ مش كبير عليا شويه الحكايه دي؟ اقل منها، ده انت اخت امين هريدي، يعني يوم ما انجح في الانتخابات هبقى طول النهار مع الحكومه. طبعا اقدر اختار لك الوزير بقى اللي على مزاجي. انا اللي نفسي اتجوزك انت، عاوز اشوف لك بنت الحلال. لا 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 لا، انا الجواز بالنسبه لي مشروع خيبان 100%، ما يجيبش همه. يا سلام، تقوم تدبسني فيه انا. انا عايز افرح بيك يا روحي. حرما يا امين بيه. جامعه ان شاء الله يا عم منصور، جامعه. مش دي نادية اختك يا امين بيه؟ ان شاء الله هي جايه تشوف البيت اللي اتولدت فيه يا عم منصور. طيب مش تيجي تسلم عليا؟ ده انا ياما شفتها على ايديا. يا سلام، ده انت الخير والبركه يا عم منصور. يا ناديه تعالي. ادي يا ستي عم منصوري اللي ياما شالك على ايده وانت صغيره زمان. اهلا يا عم منصور. اهلا يا بنتي، اهلا وسهلا. ما شاء الله، ده انت كبرتي اهو بقيتي عروسه. ربنا يخليها يا امين بيه ويحميها. ناديه يا سيدي جايه تزور اهل حتتنا. اصيله وبنت اصول. الله يخليك. ابوكي الله يرحمه كان من احسن الناس،
وست والدتك رحمة الله عليها الله يرحمها. كانت ست أميرة، اللي في إيدها مش ليها. يا سلام، كانت أيام. اتفضل يا مين بيه، تموين وصل. تعالى يا عم منصوري، تعالى وزع على اهل حتتنا، بتعرفهم واحد واحد اكتر مني دلوقتي. يلا يا جدعان، يلا على علي. يلا يا جماعة. احنا مش هنذاكر بقى؟ ذاكر يا ابني رفعيه. والله فعلا مش هننفع. حلوه الواد شوقي. حلوه جدا. يا حلوه جدا. ايه ده؟ ايه ده؟ سرقهم ماذا دول؟ سرقهم احترم نفسيتك وخليك كويس بلا سرقهم ولا بتاع. انتوا مش عارفين ايه اللي بيحصل تحت، ما انتوش عارفين. ايه ده؟ ايوه اكل يا ابن الناس الزواج. منين ده؟ لا ده من النهيبه اللي تحت يا حبيبي. يلا يلا قوموا قوموا تعالوا جايبين هيبه تحت. يلا لا ده ثابت فعال. يلا قوم نشوف في ايه. ده مين يالا اللي هناك ده؟ الله الله، ايه ولا دي، ما تحترم نفسيتك شويه، ما انتش عارف مين ده؟ تاكل حلوه الامور الغندوره اللي انت بتحبها. الله انت هو بيعمل كده ليه؟ ما انتش عارف بيعمل كده ليه؟ مرشح نفسه في الانتخابات، مش شايف اللي يقفط اخويا؟ يبقى لازم هينجح، اصل الجوع كافر وطعم الفم تسيح العين. شايف يالا الرش اللي على اصوله؟ نظام وتخطيط. كان لازم يوصل. غني وعايز النفوس. الله مش دي ده. ابسط يا عم، جاتك لحد عندك. ايوه حبيبة القلب عشان الصورة تكمل. دي حلوة، مش عايزين نكمل. مش عايزة تشوف. لا 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 استنى لا استنى، عايزين نتفرج. طب ده كنا ده. تعالوا نتفرج القهوة دي مش هتشوفني. استنى اوعى. عليكم. اهلا 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 اهلا. دول شباب الحته وبيدرسوا في الجامعه. اللهم صل على النبي. في كليات ايه ان شاء الله؟ انا كليه تجاره، بس انا كان نفسي اخش كليه حربيه والله. حربيه. ايوه يا لطيف، دول زمايلي في الكليه، احنا دفعه واحده. الله، انتوا زمان نادي يا اختي بقى. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. البلد ان شاء الله تعتمد عليكم في المستقبل، خلي بالكم ان شاء الله. اللهم صل على النبي. ابن الحته وطول عمره موجود في الحته ومرشح نفسه ومعتمد على مساعدتكم. الله ده احنا اللي معتمدين على سعادتنا. والله احنا معتمدين عليه. اهلا وسهلا اهلا. سيدي بس اتفضل يا مين. عارف الواد ده ابن مين؟ لمين؟ ابن سطوحي، راجل شارع هواش. سطوح يقول له حلاوه زيارتك لينا يا بيه. عيش عيش يا ابني. اهلا اهلا اهلا. ياه لسه فاكر؟ يا فاكر. لا ما شككني ابوك ايام الفقر. هو فين دلوقتي يا ابني؟ الله يرحمه. لا اله على الا راه الله. الجنة. لا اله الا الله. خد خد يا سطوح. لا 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 يا بيه ما صح، يا بيه ما صح. امال ده ابوك خيره عليا. انت جيتك ليا شرف والله يا بيه. ربنا يفتح عليك يا ابني ويحنن عليك. ربنا يخليك يا مين بيه. الله يكرمك. ربنا يكرمك يا بيه. الله يكرمك يا حبيبي. انا هستناك في العربيه يا دي. طيب يا نادي. السلام عليكم. سلام. خلي بالك بالروح. الف سلامه. رايح. طيب يا اولاد استاذن انا بقى. ده بدري يا بيه. ولازم تزوروني. زمايل الناديه زي اخواتي بالظبط. ان شاء الله. واهلا بيكم في اي وقت. تحت امركم. ربنا يخليك لينا يا مين طيب بيه. السلام عليكم. مع السلامة. الف سلامه يا مين بيه. كلامك يا بيه. ده مين بيه. السلام عليكم. انبسطت بالزيارة؟ قوي قوي يا ابي، ناس غلابه فعلا يستحقوا المساعده. طبعا. دول اهلنا وناسنا يا نادي. على فكرة دول حبوكي قوي. انا كمان حبيتهم قوي، وعاوزاك لما تبقى رايح هناك تاني تاخدني معاك. تعبت كتير قوي يا ابي. ابونا مات وسابنا على الحديد يا نادي. يعني انت اللي عملت كل ده بنفسك؟ نفحت ونهشت الصخر بضوافري عشان نبقى في اللي احنا فيه ده. كنت لسه صغيرة. عملت ده كله عشان انت ما تحتاجيش لحد. انا فخوره بيك قوي يا ابي. ايوه يا ابو صالح. شكر طه ده ابن حلال وحالته قريت بتخدم. من عينيا الاثنين يا عم صالح. هو كان بيشتغل فين؟
هنا بيه في اسكندريه في الجمله صادر والوالي. اتنقل مصر من 5 سنين. الورقه دي فيها كل حاجه عنه، اسمه وشغلته والدرجه وكل حاجه. مقضية بأمر الله يا عم صالح. اتفضل استريح. ربنا ما يحرمناش منك. اتفضل. مهم يا عم صالح تاخد بالك بقى من الموضوع الأهم. تحت أمرك يا بيه. موضوع الانتخابات، انت عارف ان انا مرشح نفسي ويعني محتاج شويه بروباجندا كده، وانت عارف يعني اهل الحته بيحبوك قوي. وانت برضه محتاج لتوصيه، ده انت بتخدم الكبير قبل الصغير. الله يكرمك يا عم صالح، الله يكرمك يا عم. كل الناس بتحبك هنا بيه ولازم هينتخبوك. لا مقضيه بامر الله ان شاء الله. تجنى على الله انت. ربنا يخليك يا بيه. السلام يا عم صالح. استغفر الله. انا برضه عشم فيك كده. استغفر الله استغفر الله. ربنا ما يحرمناش منك. الله يكرمك يا عم صالح. السلام عليكم. السلام. مش تقول انك ابن صالح حمدان، ده ابوك حبيبي وياما ساعدني. اصل حضرتك بقى لا مؤاخذه ما تعرفنيش. انا بقى ما بحبش الواسطه دي ابدا. يا سلام. واسطه ايه يا راجل؟ انت زي اخويا الصغير. الله يخليك. طب ممكن حضرتك تشغلنا معاك في بس كده؟ من العين دي قبل العين دي. بكره يا سيدي كلكم تشتغلوا في المين. بكره ايه؟ من دلوقتي. دلوقتي يا سيدي. ده كلام الرجاله اللي عارفه مصلحتها تمام. انتوا هتتعلموا في الشغل اللي عمركم ما هتتعلموه في الجامعه. انا متهيألي ان الشغل ده حاجه تانية يا سعاده البيه، واحنا بنعتبر سعادتك مثل لينا كبير قوي، ونفسنا يتعلم من سعادتك حاجه. انا يا اولاد ابويا غلب معايا في التعليم، كان بيعتبرني فاشل، لكن دلوقتي حضرتك ما شاء الله استاذ كبير في التجاره. انا الحقيقه يا اولاد علمتني كتير قوي. انا قدرت احقق اللي ابويا الله يرحمه ما قدرش يحققه طول حياته. التجاره يا اولاد نباهه وشطاره، لازم تبقى عارف كويس قوي لعبه السوق، امتى تديله وامتى تشيل ايدك عنه.
الذمه اتعلمتوا الحاجات دي في الجامعه؟ لا لا ابدا، احنا في الجامعه بقى بيه مم. ندرس محاسبه واقتصاد واداره اعمال، بس كلها حاجات نظري. او الكلام ده بقى ملوش دعوه بلعبه السوق ابدا، ده كلام مدارس، كلام كتب. اهلا. الله. اهلا يا ناديه، تعال. يعني فاكرين هنهزر؟ مش امين بيه عزمنا. اتفضل. انتوا عارفين انا بعلم ناديه ليه؟ زي النادي، تضييع وقت بدل قعده البيت، مش كده يا ناديه؟ لا ازاي يا ابي؟ الشهاده والتعليم سلاح للبني ادم. سلاح الفرسان اللي زيكم. يا ناديه التجاره هي الشطاره، معاكي قرش تساوي قرش، كده ولا لا؟ لا برضو يا ابي، مش كل حاجه الفلوس والتجاره، لازم الواحد يتعلم وياخد شهاده عشان يبقى فيه تقدم وحضاره. والله يا امين بيه ده حضرتك جامعه لوحدك. شكرا يا ابراهيم. المهم يا اولاد انا عايزكم تقفوا جنبي بقلوبكم في مساله الانتخابات دي، انتوا اهل الحته بقى والبركه فيكم ولا ايه؟ احنا كلنا يا امين بيه. ولا ايه يا جماعه؟ طبعا طبعا طبعا. طب بقول لكم ايه بقى، انا جوعت قوي وعاوز اكل، ممكن تتفضلوا؟ ممكن بقى الغدا؟ يعيش امين بيه. يلا. شفتوا امين عمل فيا ايه؟ خسارتك كبيره. نص مليون. نص مليون. ولا يهمك، ربنا هيعوضك ان شاء الله. على كل حال انا تحت امرك في اي مبلغ تطلبه لحد ما تقف على رجليك. ده عشمي فيك يا معلم شيحه، لكن مش هو ده المهم. امين لو كسب الانتخابات هيطيح فينا اكتر واكتر. وهيقدر علينا كلنا. يقدر، ومضمون نجاحه 100%. ده مسجد كل الناس وعمال يوزع فلوس واكل. قال ايه؟ عامل لي حبيبي الملايين. انا من رايي معلم شيحه تقف قصاده، مفيش حد غيرك يوقفه عند حد. فكره مش بطاله رجاله، واحنا ورجالتنا هنكون معاك. ايه رايك؟ ايوه بس في الحقيقه انا ما فكرتش في الموضوع ده قبل كده ابدا ابدا، لكن بقى عشان خاطركم انا مستعد اعمل اي حاجه. امين خاطر يا رجاله، ولو ملك مش هيرحم. فاكر نفسه هيقدر يعمل اللي ما عملوش ابوه. اطمنوا يا رجاله، انا هدخل الانتخابات. يحميك ربنا، واحنا معاك وهنساعدك بكل قوتنا. هنكسره باذن الله. باذن الله. انا طبعا كان نفسي اتكلم معاكي، انما لما كسفتيني قلت الامل راح. ودلوقتي دلوقتي مستعد امسك السما بايدي. يا عم احترم نفسيتك يا عم، بلا تمسك السما بايديك بلا بتاع. يلا على المحاضره يا حبيبي يلا. استنى شويه. استنى ايه؟ ما اقدرش استنى. تصدق والعشره دول انت ما هتنفع. يلا يا علي عشان نلحق المحاضره. يلا. حصر على الجدعان، يا حصر حصر على الجدعان، من دهل مرماطم يا عيني بقوة 100 حصان. ده حصر على الجدعان، يا حصر حصر على الجدعان، من دهل مرماطم يا روحي بقوة 100 حصان. وفيها ايه يا زينب ما لما فيش بينا اي حاجة تفيدنا واحنا ان كان عاجبنا. خف عالمية تعوم احسن ما تعيش مهموم، تضحك للدنيا تشيلك تزعل هتنام ما تقوم. يلعب كوتشينة وبصر شايف في البنت وقصر، تكسب 10 ورا التانية وهتكسب بكرة كمان اكتر. يا واد يا حريف اصلاني واد خفيف وبحلم يجي الصيف واني قاعد في التكييف.
من مفيش من حصيرة تنام على ريش من مفيش من حصيرة تنام على ريش تمشي معاك الدنيا يا صاحبي على هواك انت عايزها وهي كمان والنبي عايزاك تمشي معاك الدنيا يا صاحبي على هواك انت عايزها وهي كمان والنبي عايزاك من مفيش من حصيرة تنام على ريش من مفيش من حصيرة تنام على ريش تجيني من هنا هتبقى يا صاحبي في ظرف سنة راجل صاحب كام مليون تمشي ساعتها بمتشيك كده متأنتك كده من زيك لابس بدلة عليها بابيون تمشي ساعتها بمتشيك كده متأنتك كده من زيك لابس بدلة عليها بابيون من مفيش من حصيرة تنام على ريش من مفيش من حصيرة تنام على ريش الدنيا تحب الملاغية والرزق يحب الخفية الدنيا شابة هتكسبها لما تعملها بحنية تلاقيها في حضنك بتجيلك تاخد منك تديلك وتبيعك لو تكسب ثانية بينا محلى شغل المينا بينا محلى شغل المينا بينا محلى شغل المينا بينا محلى شغل المينا شغل ومكسب فتح عينك تعرف تكسب واللي هيخسر واللي هيزهق واللي هيتعب شغل ومكسب فتح عينك تعرف تكسب واللي هيخسر واللي هيزهق واللي هيتعب واللي هيوصل اخر واحد فينا بينا محلى شغل المينا 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 علي اصحى علي. ايوه انا شكري علي اصحى. الحمد لله السلامة الله يسلمك. الحمد لله السلامة بارك لي علي. الف مبروك ايه هتتجوز؟ اتجوز ده ايه يا راجل؟ انا اتنقلت رجعت اسكندريه هرجع اشتغل في المينا تاني يا علي. الف مبروك يا شكري يعني بقينا مع بعض. الحمد لله الف حمد وشكر ليك يا رب. اهو كده الواحد يقدر يقتصد في المصاريف شويه. لا ولا يهمك من المصاريف انا بكسب كويس دلوقتي قوي واقدر اساعدك. لا يا بطل انت تهتم بدروسك وكتبك وبس وتسيبك بقى من حكايه الشغل دي لغايه ما تخلص الجامعه وبعدين بقى اعمل اللي انت عايز تعمله. لا يا استاذ انت كده معذبني انا كنت في فراغ وملل انا كنت مضيع وقتي لعلمك كله في الهلس. يعني خلاص ربنا هداك. الحمد لله. الحمد لله. ومين بقى صاحب الشورى دي؟ امين بيه ما هو اللي مشغلني دلوقتي انا واصحابي في المينا. الراجل ده عظيم. انت عارف ان هو اللي نقلني اسكندريه؟ ابن الحته صحيح يخدم اي حد. انت عرفت انه مرشح نفسه؟ انا عرفت الحكايه دي. احنا لازم نقف جنبه بكل قوتنا. ده 100% هيكسب مفيش حد ما بيحبوش. ده انسان مكافح يا شكري واكيد يا ابني ربنا راح يكرمك. وانا بشكرك مره تانية على الخدمه اللي عملتها لي. ما تقولش الكلام ده امال. انت ابن حتتي انا تحت امرك. انا بعتبر حضرتك يعني كبير الحته وانا تحت امرك في اي خدمه تصدني فيها. ده عاشم فيك يا شكري. على العموم رجاله الحته الواحده لازم يقفوا جنب بعض ولا ايه؟ طبعا. يلا. بتصبح على سيد الرجال. اهلا وسهلا. محسوبك فتوح قرن الانسان الطيب اللي حضرتك موقف له البضاعه على الرصيف. انا مش موقف لك حاجه يا معلم قرن. انت اللي مش عايز تدفع حق الدوله عليك. ازاي بس يا بيه؟ انا خدام الدوله بس العدل حلو. دي بضاعه خردة ما تستحقش ان حضرتك مقدره عليه.
خردة؟ ده انت فكيك حياتك يا معلم. شوف يا معلم، انا فاهم الاساليب دي كويس قوي. انت عايز تتهرب من الجمرك ودي جريمه. جريمه ايه بس يا بيه؟ انا وش الكلام ده، ومع ذلك انا تحت امرك. بس نتفاهم مع بعض، وانا ماليش بركه الا انت. يا راجل ده حاجه كده عجوب محبه. محبه؟ تشيل يا راجل انت؟ طب بلاش، انا كان قصدي مصلحتك، وانت عارف الحياه صعبه اليومين دول. طب انا هوديك ب 60 ده يا راجل يا عقيل يا جبان. شاهدين؟ الراجل الحقير ده جاي يرشيني انا في مكتبي. طب انا بقى هدلك عنه دي انا. في حاجات كتير اتغيرت في المينا يا عم صالح عن زمان. الناس اخلاقها بقت مش هي. الزمن يا ابني هتعمل ايه؟ دماغي بتكلفني 5 جنيه في اليوم، هتدفع ولا مش هتدفع؟ حرام عليك مالناش دعوة احنا. مالناش دعوه ازاي؟ ده بيضربهم ومحدش عايز يحوشه او يمنعه. يا ابني ده بلطجي بيدقق جدته على الناس ويضربهم وياخد فلوس. هتدفع ولا مش هتدفع؟ هتدفع ولا مش هتدفع؟ مفيش حد قادر يوقفه عند حد. يا ابني مفيش، اول ما البوليس بيجي بيهرب على طول. طب مفيش شهود؟ يا ابني لو حد شهد عليه يلبه سكينه يجيب اجل ويرميه في البحر، البحر واسع وده مجرم. رجالتنا عايزين ترضيه من سعادتك. الله، هو احنا مش قايمين بالواجب معاهم ولا ايه؟ هم مش هيبطلوا جشع يا اسماعيل؟ معلش يا فندم، بس ظروف الحياه صعبه شويه. خلاص زود لهم المعلوم شويه، بس اللي يخدمنا، المساله يعني مش نهيبه. ماشي يا فندم. بكره مزاد ارض العجمي، خليك صاحي يا اسماعيل. عيب يا فندم، كفايه مزاد عربيات النقل اللي ضاع مننا. الارض اليومين دول هي المهمه، هي الكارت الكسبان. مفيش متر في اسكندريه هيتباع لحد غيرنا. افارم عليك يا اسماعيل. انا مش قلت لك؟ شفت بقى يا سيدي المحاضره كانت هايله جدا. انت ايه رايك في الدكتور ده؟ والله دكتور عظيم جدا، تحس من كلامه كده وانت واقف. الله 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 الله، ايش ايش ايش، يا عيني يا عيني. ايه العربيات الشيك دي؟ مش توسع يا استاذ، انت مش شايف العربيه الجديده؟ بكام دي؟ عاوز تشتري؟ بربع جنيه. زود شويه. توصليني؟ ماشي. وصليني المنشيه وهديك نص جنيه. طب بس تعالى اركب. يلا بسرعه. استنى لما الف. جميله. اجري 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 بينا، طير 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 بينا في الشوارع في المدينة، لف بينا توهينا، ضللي بروحك علينا، من عيون الناس خبينا، ونسي كل الدنيا إلا أنا وإنتي مع بعضينا. انسى الدنيا ازاي وانا جنبك، خايفه انساها لا انسى واحبك، واجري بلهفه قلبي عليك، القى عيونك تلعب بينا. اجري 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 بينا، طير 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 بينا، اجري 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 بينا، طيري 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 بينا. اجري نسابق ريح ايامنا، اجري 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 هتتحقق احلامنا، اجري اجري نلمح بكره يبان قدامنا، قبل ما فجر يهل علينا. خايفه اتوب في عيونك وانسى نفسي معاك من اول همسه، واغرق وانا في بحورك عايمه، انت مفيش لبحورك مينا. اجري 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 بينا، طيري 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 بينا، اجري 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 بينا، طيري 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 بينا، اجري 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 بينا، طيري.
في تيلكس بيقول ان المركب هتتاخر اسبوعين لانها غيرت خط سيرها. ليه التاخير ده بس يا اسماعيل؟ ده احسن يا فندم. انت بتقول ايه؟ اصل الموظف الجديد في المينا شامم نفسه شويه، عمال يرفض في البضايع ويوقف حال التجار. شكري. طب ده فتوح قرني راح له من يومين عشان يراضيه، طرده من مكتبه وكان هيلبسه جنايه رشوه. يا ريت سعادتك تشوف صرفه للجدع ده. فتوح قرني ده غبي. انا ليا نظام تاني. بس ده بقى عايز تخطيط على الرايق من سعادتك. تخطيط ايه يا اسماعيل؟ نرجعه مطرح ما جه اذا ما سمعش الكلام. شيحة عامل اجتماع بكره لاهل الحي عشان يقول لهم على الخدمات اللي هيقدمها لهم. هات لي العيال بتوع الجامعه عشان يبقوا يزوروا الاجتماع. ونديهم فلوس؟ لا 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 لا. ده عيال متعلمه اللي ياخدوها مساله كرامه، انا هتصرف معاهم بمعرفتي انا. ماشي كلام سعادتك. بقول لك ايه؟ ايوه. مركب الاسمنت هتوصل، عايزك توزع البضاعه بسرعه. من عينيا يا سعاده البيه. لا اله الا الله. استغفر الله. شفت يا سعاده البيه المصيبه اللي وقعت على دماغنا؟ حصل امتى الموضوع ده؟ امبارح بالليل فجاه لقينا البيت وقع بينا. يا ساتر يا رب، حد جرى له حاجه؟ 5 يا سعاده البيه، 5 نقلناهم المستشفى ومحمد حالتها صح. لا ربنا تولاها، قدر ولطف، الحمد لله ان محدش مات. الحمد لله. يا اسماعيل. ايوه بيه. الناس اللي في المستشفى تشوف طلباتهم كلها. حاضر. وانتوا يا اخوانا محدش منكم هيبات في الشارع. يا اسماعيل. سلموا من الشقق الفاضيه في عماره الشطبي لحد ما ابني لهم بيت مكان اللي وقع ده. حاضر. ربنا يخليك يا سعاده البيه ويطول في عمرك. بقول لك ايه، تصرف لكل واحد منهم 50 جنيه فورا عشان يدبروا حاله. فورا يا سعاده البيه. طب يا جماعه، اي خدمات تانية ممكن اقوم بيها؟ انا موجود في المكتب، اذا احتجتوا اي حاجه اتصلوا بيا. ربنا يخليك يا سعاده البيه. ربنا يخليك. ربنا يطول في عمرك. ذاته غطى. ربنا خليك يخليك. ذاته غطى. ما تقولش كده امال يا عم صالح، ده انتوا اهلي وده اقل من الواجب. متشكرين يا سعاده البيه، تعيش لينا يا امير. يوم الجمعه ان شاء الله هنصلي سوا في سيدي المرسي. في لله يا ابو العباس. ربنا يبارك في عمرك يا شوفوا شيخ. شوفوا بخير. سلام عليكم. زي ما قلت لك يا اسماعيل، تشوف طلباتهم كلها. فاهم ولا لا؟ سلام عليكم. مع الف سلامه يا سعاده البيه. مع سلامه الله يا سعاده البيه. ربنا يطول في عمرك يا سعاده البيه. يا سلام يا سعاده البيه، خطة معلم بحقيقي. يا بس بقى فرصه وجت من السما لازم نستغلها. ربنا يخليك لينا، انا كل يوم بتعلم من سعادتك. وعد الله. يبقى شيء هيتشطر ويرشح نفسه قصادي. انا لازم اعلمه الادب. اللي حصل ده هيبقى الضربه القاضيه بالنسبه له، كل رجاله الحي بيتكلموا على سعادتك. بس بقول يا سعاده البيه، هو انا هنفذ كل اللي سعادتك قلت عليه؟ طبعا يا اسماعيل، طبعا. انا هبني عماره مكان البيت اللي وقع. ايوه. هبني كمان مدرسه، وهبني كمان جامع. ما شاء الله ما شاء الله يا سعاده عشان البيه. يعرفوا مين امين هريدي يا ابو السباع. ايوه يا سعاده البيه، ده مش هيبقى خساره على سعادتك؟ ولا مليش. ازاي يا سعاده البيه؟ فهمني. شوف يا ابو السباع، احنا هنقسم الضرايب، خد من دقنه وافتله. الله اكبر الله اكبر عليك مخ يا سعاده البيه، جبار جبار. حضر البخور يا حسين. ولسه وانا بقلب يا اسماعيل. انت مين؟ انت اللي مين؟ معقوله ما تعرفنيش؟ انا ما اتشرفتش بعظمتك. انا السيوفي. طب وايه يعني؟ انت باين عليك يا مجدع، وانا بقى بحب العيال المجدع قوي. وانا ما بحبش. انت بتشتغل هنا جديد؟ كويس كويس قوي. انت عارف بقى ايه اللي بيحصل هنا يا اخويا؟ لا. شوف يا جدع، انا كل يوم بنوزنوا الطاسه دي ب5 جنيه. هتدفع منهم كام؟ وادفع ليه؟ تدفع عشان اوزن الطاسه. لما اوزن الطاسه ابقى حلو مع الجدعان اللي زيك. وان ما وزنتش الطاسه بتبقى نصيبه على الجدعان اللي زيك. حاول خلوا معاك فين الفلوس يالا؟ مفيش فلوس. بقول لك ايه، ما توجعش دماغي وطلع الفلوس. ما اعمل اللي انت عايزه. اعمل اللي انا عايزه. يا علي حصل لك حاجه؟ ولا يقدر يعمل حاجه. على فكره الواد خطر
اتفضل. رامي بلاء على اي واحد ترمينا، خلي بالك منه. لا على الله. ايه اللي فات مات واحنا ولاد دلوقتي. وعلى كل حال انا تحت امركم. احنا فيها اهو. نجرب ونشوف. اللي عايز اياتها خدمه منكم انا تحت امر. اللي عايز يشتغل نشغله، واللي عايز يتجوز يا معلم نجوزه برضه. انا عارف ان الشباب عندهم مشكله كبيره قوي، هي مشكله السكن ومشكله الشقق عشان يتجوز، لكن ليكوا عليا ان دي اول مشكله هنحاول نحلها باذن الله. ليكوا عليا ان احنا نبني في الحي مساكن شعبيه، وكل واحد فيكوا عايز يتجوز وهنديله شقه من غير مقدم ومن غير خلو ومن غير اي حاجه. يعيش البيت. يعيش البيت. نصاب البيت. نصاب البيت. كذاب البيت. كذاب البيت. يعيش البيت. رجاله ازيك يا شوقي؟ اهلا. ازيك يا ابراهيم؟ ايه ده هم ضربوكوا ولا ايه؟ ضربوا مين؟ ده احنا كسحناهم. لا باين. ليه ما كناش غلابه؟ شايف يا اسماعيل؟ شايف الشباب الواحد؟ شايف؟ وقال ايه؟ عاوز يبني مساكن شعبيه. طب ما بناش من الاول ليه؟ كل ده يا شوقي عشان عايز ينجح في الانتخابات، ما انت عارف كل ده حاجه. بعينه يا امين بيه، احنا فاهمين الحركات دي كويس. طبعا. لما اتفضلوا واقفين ليه؟ اتفضل اتفضل. اقعد يا شوقي اقعد. اقعد يا حسام. اتفضل يا ابراهيم. اهلا وسهلا. مهم انا عايزكم تقفوا له بالمرصاد. لازم تفهموا الناس انه كذاب. بس بلاش الخناق، انتوا مش وش الكلام ده. انتوا اتصرفتوا بذكاء علشان ما نعملش مشاكل في الحته تاني. يعني انا عايزكم تتكلموا مع الناس في الشارع، في القهوه، في الجامع، مع زمايلكم اللي بيدرسوا في الجامعه. يا بيه اطمن يا بيه، احنا مش هنعمل كده، ده احنا هنعمل كده واكتر شويه كمان. برافو عليك يا شوقي. خد يا ابراهيم، فرق دول على اصحابك. لا يا سعاده البيه، احنا بنعمل كده عشان مقتنعين بسعادتك مش عشان فلوس. انا كنت عارف كده من الاول يا ابراهيم. يا بيه ده ما اعرفش حاجه يا بيه، ده العيال دي مصاريفها كتير، شاي وقهوه وسجاير ومعسل. اجيب فلوس منين؟ الله يخرب عقلك يا شوقي. يدوم المودة والعشرة مصالح. معلم، بس انا يعني من غير مؤاخذه كان ليا راي. طب ليه ما تقابلش امين بيه والصف اللي بينكم؟ ما صحش يا معلم تبقوا انتوا ولاد حته واحده ويبقى في بينكم وبين بعض حاجات زي من نيتي انا، في نفسيتي مفيش اي حاجه من ناحيه امين بيه. وعشان اثبت لك كلامي انا مستعد اروح لامين بيه لحد بيته واقعد معاه واكلمه، واحنا كمان نروح معاك. على بركه الله. ربنا يهدي النفوس يا رب. يا امين بيه، انا جاي لك انا والرجاله عشان نتراضى، ما يبقاش في حاجه متشاله في النفوس. انا حاشا لله يا معلم شيحه. يا معلم شيحه، انا مفيش بيني وبينك ايها حاجه. كل اللي بتفكر فيه ده اوهام. انت بجيتك عندي انت والرجاله بتوعك دول، انا على راسي من فوق. تعيش يا امين بيه، هو ده الكلام الاصول. يا معلم شيحه، انا مستعد انفذ كل طلباتك. لو عايز ننسحب من الانتخابات انا مستعد، بس ده لو في مصلحه اهل حتتي. المفروض اضحي بكل غالي عشانهم. اذا كنت غلطت فيك يا معلم شيحه ليك حق عرب يا معلم. عداك العيب يا امين بيه، هو ده كلام الرجاله. ايه رايك بقى يا معلم الشيحه؟ اقول ايه؟ ما امين بيه قال كل حاجه. يلا بينا يا رجاله. الله مستعدين على ايه يا رجاله؟ ما نتغدى مع بعض. ده انا عندي تعابين عجل. تشكر يا امين بيه. السلام عليكم. بقول ايه؟ تعابين. يا جماعه خير يا شوقي. ابراهيم في الاسم يا جماعه. ليه عمل ايه؟ ابوه مقبوض عليه. يا ساتر يا رب. تعالوا اما نشوفه. سمعنا اللي حصل، ما تزعلش. وهتعمل ايه؟ مش عارف. مصيبه. لو كنت خلصت الجامعه يعني هتعمل ايه يعني يا خي؟ وكلنا في الهوا سوا. طب ما كانش سايب فلوس في البيت؟ محافظين على كل حاجه. هو في حد مات؟ 3 عمال في حاله خطر. يا ساتر يا رب. والعماره وقعت ازاي؟ اسمنت مغشوش، حديد تسليح قليل، كل ده عشان الاهمال. اكيد محتاج فلوس. احنا لازم نقوم محامي كبير قوي. ما تشيلش انا. ابويا طلع متجوز 4
عنده 15 عيل، كلهم بقوا في رقبتي انا. اتفضل يا استاذ. لك يا ابو، خلي بالك من اخويا ده ابراهيم. طمن يا ابو، حولنا لاكبر محامي. ربنا معاك. بص يا سعاده البيه. خير يا اسماعيل؟ شيحه وقع ومحدش سمع عليه، انا الاوان بقى عشان سعادتك تاخد بطارك منه. ازاي ده حصل؟ اصله جاب رساله تفاح ومش مأمن عليها، لسه في المينا ما خرجتش. حلو يا اسماعيل. بقول لك ايه؟ الرساله دي ما تخرجش الا بقول انا. كلامك اوامر يا سعاده البيه، اهو ده الشغل اللي على ميه بيضه. اسماعيل انا ما حدش ياخد مني حاجه الا بمزاجي. طبعا يا فندم، هي يصل. انا هخليه يركع على ركبه. انا هاخد منه الرساله دي بالسعر اللي ريحني انا. ربنا ينولك مرادك يا سعاده البيه. بقول يا سعاده البيه صالح بره، حضرتك عايزه؟ قول يا اسماعيل اصرف له 200 جنيه، الراجل برضه بيخدمنا في المينا وخلص لنا شغل وحاجات كده. لا واجب برضه يا سعاده البيه. عن اذن سعادتك. اتفضل. انك انت اللي معطل خروج طلبيه التفاح من المينا، وعارف كمان انه مش هيطلع الا بمزاجي. ايه ده؟ الخلاصه طلباتك. بيع. انا ما ببيعش بالعافيه يا امين، والطريقه دي ما تنفعش معايا، وانت عارف كويس قوي ان انا ما بخافش من حد. يبقى انت بقى اللي غاوي مشاكل. انت بتهددني يا امين؟ ما قلت لك طلباتك، عاوز كام؟ انا ما باخدش، انا بدفع. اسمع ما اقول لك يا امين يا ابني، انا كنت تاجر في المينا وانت لسه عيل صغير في اللفه، واذا كان ليك رجاله انا كمان ليا رجاله، وهخرجها غصب عنك، وبكره هتشوف. السلام عليكم يا سعاده البيه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا معلم. خير؟ هي العالم دي هتفضل تتحكم في المينا على طول كده ولا ايه؟ عالم مين يا معلم؟ انا مش فاهم حاجه، ايه الموضوع بالظبط؟ هي طلبيه التفاح بتاعي فيها حاجه لا سمح الله؟ لا ده واخد قرار افراج من اسبوع. انا مش فاهم انت ما حملتوش ليه؟ لا اله الا الله. هو فين بس اقرار الافراج ده؟ ده انا فكرت ان الطلبيه فيها حاجه. ده بالشكل ده لا مؤاخذه هتبوظ عليا وحضرتك ما يرضيكش. لا طبعا ما يرضنيش. خلاص النهارده اتحمل بضاعتك وعلى مسؤوليتي انا، وانا من ناحيتي هكلم لك البوابه واطلع لك قرار جديد. كده تعيش لينا يا سعاده البيه. بالاذن احنا بقى. الف شكر ليك. ممنون. تحت امرك يا معلم، مع الف سلامه. تمام؟ كله تمام يا ريس. اسمع، انا عايز همه، عايز احس ان انا ورايا رجاله. البضاعه دي كلها والعربيات اللي واقفه بره لازم كلها تدخل المخزن الليله. من عينينا يا ريس. ومين هيحرس الليله؟ برعي واد مجع ومعاه سلاح. برعي. هذا برعي. ايوه يا معلم. اسمع يا برعي، عايزك تفتح عينك وتبقى مفنجله، اوعى ترمش كده ولا كده احسن حد يسرق حاجه. لا يا معلم. ان شاء الله بامر الله عايزين البضاعه دي كلها تتوزع بكره بامر الله. بامر الله. من عينينا يا ريس. كله تحت امرك. عايزين حاجه؟ تسلم يا ريس. تسلم يا ريس. مش محتاجين ايات ولا حاجه؟ تشكر يا ريس. طيب مش هوصيك بقى، فتح عينك. السلام عليكم. السلام يا ريس. مالك يا اسماعيل؟ الشيحة خرج التفاح. ازاي ده حصل؟ شكري اداله قرار افراج جديد. هنعمل ايه يا سعاده البيه؟ سيبنا فكر يا اسماعيل.
طب في حاجة تانية يا سعادة البيه. مزاد باب 6 اعلنوا عنه النهارده. هندخله يا اسماعيل. في ايه السنة دي؟ أجهزة كهربائية وعربيات، بس شيحة يا فندم داخل قصادنا. وماله؟ انا عايزه يدخل ويعرف كمان ان انا داخل. لا، لو عرف هيستعد لنا ويعلي المزاد. هو ده اللي انا عايزه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنفتح المزاد. مين هيبتدي؟ 100,000. 100,000. 100,000. مين هيزود؟ 100,000. 100,000. مين هيزود؟ 100,000. 100,000. مين هيزود؟ 100,000. 100,000. مين هيزود؟ 100,000. 100,000. مين يزود؟ 100,000. 200,000. 200,000. أمين بيه 200,000. مين يزود؟ ولا يهمك، أنا معاك. مش هيطلع بحاجة من المزاد ده. طب وسع علينا السكة وخلي العالم دي كلها تخلع. ماشي كلامك. ألاونا 200,000. أمين بيه 200,000. 250,000. 300,000. 300,000. أمين بيه 300,000. بقول لك ايه؟ بلاش بولت الندالة ده. 10 بواكي كويسين. 20 باب. الله، انت بتصطاد مال عكرة ولا ايه؟ 20 باب. كده؟ كده. طب ماشي كلامك. 350,000. 400,000. 450,000. 500,000. 520. 600,000. 620. 700,000. 720. بقول لك يا معلم، نعم، ما تخلع انت. عرقنا زي اللي قبلك. ليك 20 باك. مبروك عليك المزاد. يلا بينا. 800,000. 800,000. 800,000. أمين بيه 900,000 جنيه. مليون جنيه. مليون جنيه المعلم شيحة. مليون جنيه. ألاونا. أنا دويا. أنا تريا. مبروك يا معلم شيحة. مبروك يا معلمة، بالشفا ان شاء الله. يا معلم شيحة، معلم شيحة، يا معلم شيحة، لو سمحت. عملتها يا امين. عملت مقبرة الفلوس يا امين. انت بتقول ايه يا راجل انت؟ لكن انا هعرف ازاي امسحك من السوق. ما بقاش المعلم شيحة اللي دمرتك زي ما دمرت ابوك. مرة مرة بره. يظهر انك عظمه ناشفه مش طالع لابوك. لكن معلش يا امين، معلش، الجايات اكتر من الرايحات، وانا هعرف ازاي اربيك يا امين. بره. عملتها يا شيحة. ضيعتني وخربت بيتي. حرام عليك، حرام عليك يا راجل. الله يا عال، انت جاي تتهمني يا هريدي؟ طب انا هعمل لك ايه اذا كنت انت حمار وهتفضل طول عمرك حمار؟ تضربني يا شيحة وانا قد ابوك. حرام عليك، منك لله. ربنا هو المنتقم، بس ربنا هو المنتقم. يلا يا ابني. امرك يا سعاده البيه. تفاح شيحة لسه في المخزن؟ ايوه يا سعاده البيه. اتصرف. تحت امرك يا سعاده البيه. نعمل ايه؟ هو يستاهل كده. نازل مصر، عندي شوية شغل عايز اخلصه، جاي على طول. بالسلامه يا سعاده البيه.
ولداه. وصلتك يا معلم شيحة. لا اله الا الله. لا اله الا الله. الراجل ما استحملش الصدمة يا رجالة. طب ساكت. لا اله الا الله. وصلتك يا معلم شيحة. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا حول الله. لا حول الله. خد الراح يا ولداه. لا اله الا الله. لا اله الا الله. بضاعة ب1,000,000 جنيه راحت في ثانية. التاجر منا ملوش للراس باله. من ضاعت حياته وبيته وعياله. لا حول الله يا رب. لا حول ولا قوة الا بالله. هو المنتقد. فين امين بيه؟ تعالى هنا رايح فين؟ فين امين بيه؟ عايز اكلمه بنفسي. بقول لك ايه استنى اكلمه بنفسي. انا هشوف اليوم ده. اسمع كلامي. هو فين امين بيه ده؟ في ايه يا سيوفي؟ ايه عايز ايه؟ انا عايز امين بيه. اسماعيل بيه، انا اصلا ما اتاكلش اونطه. 100 جنيه ايه اللي انت بعتهم لي دول؟ واحنا بنبيعوا بسالي يعني ولا بنبيعوا بسالي؟ الله، وانت ايه اللي جايبك هنا بزفارتك دي؟ انت جننت؟ مش انا بجيلك القهوه؟ المفروض ان انت تختفي اليومين دول عقبال الحكايه ما تهدى. انت بقى عارف مكان. انا عايز 500 جنيه. الصنف غالي اليومين دول ولا دماغي بتتكلف. قلت ايه؟ حاضر، انا تحت امرك، بس انت تمشي من هنا. ده احسن امين بيه لو عرف هيزعل منك قوي يا حبيبي. انا ما يهمنيش. انا عايز فلوسي عادي، ولو ما جيتليش مكاني انا هاجي هنا تاني وتالت ورابع. قلت ايه؟ قلت مع السلامه. يلا يلا مع السلامه. مع السلامه. اهلا عم صالح. انا عايز اشتغل عندنا. قال احنا بنشغل مجرمين. اي خدمه عم صالح؟ لا ابدا، امين بيه كان موعدني بمكافأة لما يرجع من السفر. هو لسه ما جاش بالسلامة. هو مش موجود بس المكافأة موجودة. الفلوس بتاع عم صالح يا سلام. ثانية واحدة يا عم صالح. الظرف موجود اهو. اتفضل. اتفضل يا عم صالح. كتر خيرك. مع السلامة. السلام مع عليكم. ألف سلامة. مش عارف، ربنا يستر. اسمع، مش عايزك تجيب سيرة لأمين بيه باللي حصل، فاهم؟ امرك. الو. سلامتك يابا. الله يسلمك يا ابراهيم. ازيك انت يا ابني؟ ازاي امك وازاي اخواتك؟ كلهم كويسين يابا. شد حيلك انت عندنا في الدنيا كلها. والله شلت الهم بدري يا ابراهيم. معلش يا ابني، ربنا معاك. ربنا على الظالم. ظالم؟ حد ظلمك يابا؟ بتقول لي الحقيقة، ده انا ابنك. اللي ظلمني يا ابني الراجل التعبان اللي اسمه امين. خدعني وغشني. امين بيه؟ مش معقول يابا، ده راجل جدع وطيب قوي. انت ما تعرفوش يا ابني، انت مخدوع فيه زي كل الناس. كان ده راجل شيطان. شيطان. ازاي البضاعة ما خرجتش من الجمرك لغاية دلوقتي يا اسماعيل؟ ازاي؟ ليه يا سعادة البيه اعمل ايه؟ اذا كان شكري ده مصمم يفتح لنا كل الصناديق عمرها ما حصلت لنا، عامل لي فيها شريف وحنبلي. البضاعة دي عارف انها بتاعتي؟ طبعا يا سعادة البيه، كويس قوي ان انا قلت له ان اذن الاستيراد ضايع لحد سعادتك ما تيجي وتتصرف معاه. يا خبر اسود، دي كارثة. ده فيها خسارة 2 مليون جنيه. ده غير الفضيحة بقى يا سعادة البيه لما يتقال ان سعادتك بتتهرب من الجمرك والحاجات دي. واحنا داخلين الانتخابات. بقول لك يا اسماعيل. ايوه بيه. بعت له السيوفي. يقتله؟ لا، خناقة عادية كده ترقدوا في المستشفى 2-3 لغاية ما نقدر نخرج البضاعة من الجمرك. ايوه بس السيوفي ده زودها يا سعادة البيه. ليه؟ نط لي هنا وعلى صوته عليا وطالب فلوس زيادة. لازم سعادتك بقى تقرص على ودنه. السيوفي؟ حاضر. لازم اقابله. استنى بس انا بديله خبر. ايه يا ابني؟ ايه يا ابراهيم؟ اتخرب بيتنا يا امين بيه، اتخرب بيتنا. لا تعالى 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 يا ابراهيم. لا حول الله. تعالى اقعد 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 استريح. اتفضل انت يا استاذ حسين. اتفضل. خير يا ابني في ايه؟ اسمنت المخشوش وقع العمارة اللي بناها ابويا. ايه؟ قبض عليه. كل اللي حيلتنا راح. بعت انا واخواتي يا امين بيه، بعت انا واخواتي. لا حول ولا قوة الا بالله. ايه الحكاية يا اسماعيل؟
والله ما اعرف يا بيه. وبعدين احنا بقالنا مده ما بعناش اسمنت لحد، والرساله الاخرانيه كانت بايظه وسبناها على الرصيف عشان تتعدل. يبقى السر هنا يا ابني. واحد من العيال الهليبه بتوع المينا باع لابوك كميه من الاسمنت المغشوش اللي كان مرمي على الرصيف. بس ابويا مأكد لي انه اشتراه وعارف انه من عندك انت. ما هو كان بتاعي يا ابني، بس انا سبته لما عرفت انه مغشوش. معقول انا ابيع حاجه تضر الناس يا ابراهيم؟ عايز فلوس يا ابراهيم؟ اطلب يا حبيبي اللي انت عايزه. اخواتك ما تخافش عليهم، دول امانه في رقبتي. يا اسماعيل، يا اسماعيل، عايزك تقوم اكبر محامي في اسكندريه. المعلم فرج راجل عزيز علينا جدا. شد حيلك كده. تعال معايا يا ابو خليل، انا هتصرف، وتاكد ان امين بيه مش هيسيب الموضوع يعدي كده. والله. يلا حبيبي. سعادة البيه، اهلا يا سعادة البيه. شايل اللي بتحميك. ضربني يا سعادة البيه، انا عملت ايه؟ لا امين ولا نعمتك. قعدت على مكتبي بالزعق، عامل لي بلطجي. ده انا اللي معلمك. انا غلطان، حرمت، حقك عليا يا امين بيه. انا مستعد، انا حيوان ما بفعلش. سامحني يا امين بيه، حقك عليا، انا غلطان. بوس ايدك، ده انا حيوان وما بفهمش. انت مش راجل. انا مش راجل، حقك عليا. طب بوس رجلك. لو شفتك في البر كله هتضحك، انت فاهم؟ سامحني يا ريس، ده انت الكبير بتاعنا وانا خدامك. حد شافك قاعد في مخزن شيحه؟ لا يا ريس. لو حد شافك هنضيع كلنا. مفيش يا بيه، غير موظف المينا اللي اسمه شكري ده يا بيه. تقول ايه يا قد؟ ماله شكري؟ شافني وانا بجري في الشارع، بس يتهيألي انه ما خدش باله مني. خلصني منه. تقول ايه يا سعادة البيه؟ ايه ما سمعتش؟ خلصني منه. حاضر يا سعادة البيه، اوامرك. احسنت يا مولانا. احسنت. السلام عليكم. ده مبلغ بسيط تمشي نفسك، انت محتاج لمصاريف. انا معايا فلوس الحمد لله، ربنا يخليك. عيب ما تردش ايدي المال، انا زي المرحوم، دي حاجه بسيطه. شكري كان زي اخويا. امسك، اذا احتجت اي حاجه تجي لي المكتب طوالي. ها شد حيلك يا ابني. الله يشفيك. السلام عليكم. مع الف سلامه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ده قضاء الله، وانت راجل. انا زي والدك، اذا عوزت اي حاجه انا تحت امرك. خليك مع اخوك علي. السلام عليكم.
طفل ببطن الأم جنين مش عارف بكرة هيصبح مين. كما طفل ببطن الأم جنين مش عارف بكرة هيصبح مين. والعاش هيعيش على ايه والمين بكرة يا غريب بكرة يا غريب بكرة يا غريب. بحلم يا بكرة وانت في عينيا. بحلم بفجرك ينده عليا. بحلم يا بكرة وانت في عينيا. بحلم بفجرك ينده عليا. قلبي مدينة كل اللي عايش فيها حزين. حلمي الصغير بينك وبين يا بكرة سنين. قلبي مدينة كل اللي عايش فيها حزين. حلمي الصغير بينك وبين يا بكرة سنين. حبي شوقي نبضي أنين نبضي أنين نبضي أنين. بكرة يا غريب بكرة يا غريب بكرة يا غريب. الباقي في حياتك. حياتك الباقي سألت عليك. غصب عني. أنا مصدقتش. المرحوم كان طيب قوي وفي حاله. ما قدرتش تعرف مين اللي عمل كده. المرحوم كان شريف ووضعه في المينا كان بيضايق كتير من التجار. يعني ممكن يكون حد من التجار اللي عمل كده؟ انا عارف مين اللي عمل كده بس اكيد حد وراه. طب ومين هو اللي يكون وراه؟ انا بشك في واد اسمه السيوفي بلطجي وده اسلوبه في الحياه بس اكيد حد دافع له عشان يخلص من اخويا شكري. السيوفي ما يتصرفش كده لوحده ابدا. يبقى لازم نبلغ البوليس. مفيش دليل يا نادية. قول لاخويا امين هو ممكن يتصرف ويساعدك. مش دلوقتي لما اتاكد هقولك. لو قلت الامين اكيد هيساعدك. انا متاكده من كده. اهلا نادي. اتاخرت ليه؟ ده جاي بدري عشان نتغدى مع بعض. اصل كان عندي محاضرات زياده النهارده. الله مالك؟ شكلك متغير ليه؟ لا ابدا اصلي زهقانه وحاسه بملل. طب تيجي نسهر في حته الليله؟ ملوش لزوم. انا كنت انا عندي مذاكره كتير قوي. يبقى هي بقى المذاكره اللي عامله فيك كده. يظهر كده. عارفه بعد ما تخلصي امتحانات والانتخابات تنتهي على خير اخدك ونطير على اوروبا ننسى كل حاجه نقضي رحله الصيف هناك ونرجع نشتغل على نضيف. ايه رايك؟ ان شاء الله يا ابي. عن اذنك. اتفضلي. اصلك انت ما تعرفش شكري ده واد ابن حلال زي ابني تمام. كنت بحبه قوي. عايش بقاله 5 سنين في مصر. انا السبب.
انا اللي جبته هنا. قال لي يا عم صالح انا عايز 2. قلت له 2 يا ابني. رحت للبيت الكبير في المكتب. قال لي حاضر يا عم صالح هنقله. نقلوه جابوه اسكندريه. جابوه هنا وقتلوه. قتلوه الكلاب المجرمين. قتلوا شكري ابني. قتلوه. في موضوع خطير جدا ولازم امين بيه يعرفه. في ايه؟ اتكلم. انا كنت في الخماره، لقيت صالح بيسكر وبيهلوس بالكلام وممكن يجيب رجلنا في الموضوع. فعلا ده موضوع ما نسكتش عليه، لازم نقول لامين بيه. امين بيه، في موضوع كده عايز اكلم فيه سعادتك. قول يا اسماعيل اتكلم. صالح يا امين بيه. صالح هو فين؟ انا عايزه. تعرفش عامل ايه مع الناس؟ ايوه بس اصل مفيش بس يا اسماعيل، اديله فلوس خليه يفرق على الناس، مفيش وقت. اصل صالح بيسكر كل ليله وبيهلوس بكلام ممكن يغرقنا. بيقول ايه اتكلم؟ بيتكلم عن موت شيحه وشكري وموضوع التفاح. انا خايف يكون عارف حاجه ما نخلص منه احسن يا سعاده البيه. طب ايه يا اسماعيل؟ اتهزيت ولا ايه؟ واي حد يقول لك بخ تخاف؟ ما تعقل بص بقى. حاضر يا سعاده البيه. ازيك يا عم صالح؟ علي، ازيك يا علي؟ انت ايه اللي جابك مكان سيدة؟ حاجة تساعد. يلا حبيبي تعال معايا. خير؟ بسأل عليك يا عم صالح. عايز ايه يا علي؟ رجعت تاني للخمره دي يا عم صالح. في حاجه؟ لا مفيش. ايه؟ يعني من يوم حادثه المرحوم شكري وانا شايف انك اتغيرت شويه يا عم صالح. لا انا زي ما انا. انت مالك يا ابني من الكلام ده؟ عيب يا حبيبي. مش قصدي يا عم صالح، سامحني. انا قلبي عليك يا عم صالح، وانت زي المرحوم شكري بالظبط، وان في حاجات كتير عايز افهمها. حاجات زي ايه؟ موت شيحه، تبويظ التفاح بتاعه، وقتل اخويا شكري. اكيد في حد ورا الحاجات دي. اتكلم يا عم صالح. انا ما اعرفش حاجه، سيبني في حالي يا ابني. اعمل معروف يا عم صالح. انت طول عمرك في المينا وشكري كان صاحبك. يا ابني اعمل معروف، حرام عليك، ما تقلبش عليا المواجع. انا ماشي يا عم صالح. ما تخافش، في بوليس وامن في البلد. يا ابني حرام عليك، كفايه اللي انا فيه. تعالى. انت مختفي فين يا راجل انت؟ ما بتجيش ليه تقول لي عملت ايه؟ استغفر الله العظيم، انت سكران؟ منك لله يا امين. تقول ايه؟ منك لله يا امين. انت اللي بوظت التفاح، انت اللي قتلت شيحه، انت اللي قتلت شكري. ربنا هو المستقبل. حسبي الله ونعم الوكيل. عملت ايه؟ ابوك حالته صعبه قوي، ما عرفتش تطلع منه بحاجه، بس باين انه عارف حاجات كتير قوي وخايف يتكلم. لازم الموضوع خطير. احنا نقابله كلنا ويمكن يتكلم. بقول لك يعني هو لسه في الخماره؟ لا سابني ومشي، باين انه تعبان، باين انه روح. لا ما يروحش، اكيد في الخماره اللي في الجبل. يلا بينا نروح. يلا يا عم تعالى بس، ده ابويا وانا عارفه مش ممكن يروح دلوقتي، اكيد في خماره الجبل. يعني كان لازم الطريق الزفت اللي مليان بلاوي ده. يا عم امشي بس، هو ده الطريق الاقرب. سامعين الصوت ده؟ الصوت ده من هنا. تعال يلا. مين اللي عمل كده يابا؟ ارحمنا توفيق.
السيوف يا دلي، السيوف يا دلي. يا جماعه نوديه المستشفى يلا بسرعه. خلاص خلاص مفيش فايده. انا هقول لكم على حكايه. السيوفي بوظ التفاح بتاع الشيخة وهو اللي قتل شوقي. امين خلاه يعمل كده. مجرم. دوروا عليهم بلغوا عنهم خليهم يمسكوهم ويريحوا البلد منهم. ابويا صالح. شوقي خلي بالك من اختك يا شوقي، خلي بالك من اختك. لازم يابا، لازم اقتله. هقتل امين بيه. مش كده يا شوقي، مش هي دي الطريقه. انت لازم تتصرف بعقل. عقل ازاي؟ ازاي يعني بعقل ابويا؟ لازم نبلغ البوليس. بلغ انت البوليس، بس انا لازم انتقم. لازم اخد بطايق. انا لازم اقتل امين بيه. لا انت هتضيع نفسك زي ابوك. لازم نفكر بعقل. عقل ازاي؟ يا ابويا يا جدعان، ابويا مساء الخير يا ندى، ايه اللي مسهرك لغايه دلوقتي؟ ابدا، اصل عندي مذاكره كتير. لا اله الا الله، ما انا قلت لك ما تتعبيش نفسك، العمليه ما تستاهلش. بقول لك ايه يا ابي؟ نعم. انت عارف علي طه زميلي في الكليه؟ مال؟ عرفت ان اخوه اتقتل؟ الله يرحمه ويحسن اليه، الله يرحمه. ايه الموضوع؟ علي شاكك في بلطجي اسمه السيوفي، وبيقول ان في حد من تجار المينا ورا قتل اخوه. مالي؟ انا بقول يعني لو انت تقدر تساعده في حاجه. هساعده في ايه؟ وانا بتعامل مع بلطجيه ومجرمين؟ ما عنده البوليس، ثم انت ايه دخلك في المشاكل دي؟ علي زميلي وواجب ان احنا نساعده لو نقدر. زميلك ولا صاحبك؟ انا عارف كل حاجه من الاول، بس كنت مستني اشوف اخرتها ايه. انت لازم تقطعي علاقتك بالولد ده، انت فاهمه ولا لا؟ انت هتتجوزي اول ما تخلصي الجامعه، فاهماني؟ ايه يا حسن؟ اشاره من اسم البوليس. طالبين حضرتك يا فندم. دلوقتي ما تقدروش تستنوا للصبح. معلش يا فندم، طالبين حضرتك الامر الضروري في الاسم. طيب اتفضل، انا جاي معاك. اتفضل. مع السلامه يا استاذ امين. انا تحت امركم في اي حاجه، العداله فوق الجميع. في حفظ الله. السلام عليكم. مع السلامه. هقتلك يا امين بيه، هقتلك زي ما قتلت ابويا. لا حول ولا قوه الا بالله. ليه كده يا ابني؟ ازاي يا ابني بس تتهموني بالباطل؟ كانش عاش بيكم ابدا. يا عم صالح ده راجل طيب، ياما ساعدني وياما خدمني، ازاي بس تفكروا ان انا اعمل كده؟ انت تقدر تعمل اي حاجه. في الخير يا ابني، في الخير يا حبيبي. والله. عموما بقى في دليل. ده اتهام باطل يا ابني، اتهام باطل، فين الدليل؟ سيوفي، ولازم نجيبه. صح، يا ريت يا ابني تصل الحقيقه. على العموم انا مسامحكم يا اولادي، انتوا زي ناديه تماما. انت يا شوقي بقى في حياتك كده، مش تحيلك. ها؟ اذا احتجت اي حاجه. انا مش عايز منك اي حاجه. ربنا على الظالم. لا حول ولا قوه الا بالله. السلام عليكم. يا نادي، صباح الخير. صباح النور يا ابي. الله 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 الله، انت لسه زعلانه مني من امبارح؟ يا نادي انا كان قصدي مصلحتك. خلصك زمايلك يطلعوا ولاد الاصل، ما بعد ما استقبلهم هنا في البيت واعملهم زي اخواتي زيك بالظبط، وكمان اشغلهم في المينا يروحوا يقدموا فيها بلاغ في الاسم، يقولوا ان انا حرضت واحد بلطجي عشان يقتل الراجل الطيب عم صالح يخلصك. عم صالح اتقتل؟ لا حول ولا قوه الا بالله. الله يرحمه ويحسن اليه، الله يرحمه ويحسن اليه.
سعادة البيه. العيال عرفوا كل حاجة يا اسماعيل. لازم تتصرف بسرعة. السيوف يختفي. نخلص منه يا سعادة البيه. الوقت المناسب. امال هنعمل ايه؟ بسرعة يا اسماعيل، مش عاوز يظهر في أي حتة دلوقتي. امرك يا سعادة البيه. صحيح الكلام اللي قلتوه على اخويا امين؟ طبعا صحيح. امال احنا هنتهم زور؟ انا مش ممكن اصدق الكلام ده. انتوا اكيد غلطانين وفي حد تاني. بكره تظهر الحقيقه والناس كلها تعرف. وعلى العموم البوليس بيحقق وهيوصل لكل حاجه، والسيوف احنا هنعرف نجيبه. انت ساكت ليه يا علي؟ ما تتكلم. عم صالح مش ممكن يكذب، وبالذات وهو بيموت. اخوك مجرم يا نادية. انا ما اسمحلكش تقول على اخويا كده، انت اكيد مجنون. هنجيب الدليل اللي يحط رقبته في حبل المشنقه. ايه يا جماعه اللي عملتوه ده؟ انت كده يا علي خسرتها وخسرت نفسك. يلا يا جماعه انتوا فين؟ يلا انا لقيت السيوف. ايه في ايه؟ لقيته في النية. يلا قبل ما يهرب يلا. مستشفى على احدث طراز. تنتخبوا مين؟ امين بيه. عشان كده ايها المواطنون لازم نقف ورا امين بيه. امين بيه الشاب المكافح، امين بيه الرجل الشريف. تنتخبوا مين؟ امين بيه. وحبيبكم مين؟ امين بيه. ان اللي عمل فيك كده امين بيه ده بوليس. هقول بس الحقوني، هموت. احنا ليه ايها المواطنون هننتخب امين بيه؟ اقول لكم ليه. عشان امين بيه هو ابن الحتة البار. يعيش ابن الحتة البار. انا شفتك بتتهاج قدامي في الرياضه، كان لازم انتقم لك واخد بطارك. تصرفت غلط يا ابني، ده ربنا هو المنتقم. انت كنت طيب قوي،
لازم انتقم لك وعوض خسارتك، وقدرت احقق اللي انا عايزه. في ايه؟ لو كسبت مال العالم وخسرت نفسك، ده كله فاني يا ابني، ده كله فاني يا ابني. سامحني يابا، سامحني يابا. ده هيبني مدارس وجامع كمان، اي والله، ومستشفى. نادية، 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 انت لسه ما انتيش لغايه دلوقتي؟ مالك في ايه؟ مالك؟ مفيش، انا داخله انام على طول. نادية، مفيش ازاي؟ وايه الدموع دي؟ ارجوك تسيبني دلوقتي. للدرجه دي اتأثرت بكلام العيال دول؟ كدابين، مفيش أي دليل على كلامهم. شيحة اللي مات في السكتة، وعم صالح اللي اتقتل. دي حاجات عادية بتحصل كل يوم في المينا من قبل أنا ما اتولد، أنا ماليش يد فيها معقول أشك في أخوكي؟ معقول؟ الكلام اللي قاله عم صالح قبل ما يموت كذب يا نادية، كذب، دي مكيدة عشان يشوهوا صورتي. لازم تصدقي كلامي، أنا مربيكي زي بنتي، انت أعز شيء عندي في الوجود يا نادية. أبوك وأمك ماتوا، سابونا مع الفقر والديون، ونادية كان لازم أقف على رجليا، كانت حرب لازم أنتصر فيها. أنا عايز أعيشك برنسيسة، ما أنتش فاهمة حاجة، أنت عايشة في عالم الطهارة والبراءة. نادية، أنا عايز أحميكي من الخوف والحاجة اللي أنا عشت فيها. وانت كده حميتني من الخوف، انت كده هتخليني عايشة خايفة على طول، خايفة منك وعليك. كان لازم ابقى حوت يبلع قبل ما يبلعوني، ولا ضيع زي ما ضاع ابويا. نادية، كان لازم ابقى قاسي عشان اكون رحيم بيكي وبمستقبلك، عشان يبقى فوق فوق فوق. انت ضيعت كل حاجة، كل حاجة. نادية، انا عملت ده كله لاني كنت فاكر ان ده صح، بس كنت غلطت. لازم تسامحيني. انا اخوك يا نادية، انا اخوك.